السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني، بس المرة دي بقى رجعنا بالفيديو المنتظر، فيديو التعارف. طب ايه بقى فيديو المنتظر ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ احنا يا جماعة نعرفكم بنفسنا، يعني من اول ما تعرفنا على بعض لحد ما اتجوزنا لحد ما خلفنا يوسف، وهنعرفكم كل حاجة عننا بالتفصيل. انا عندي كام سنة، وام يوسف عندها كام سنة، وانا اسمي ايه، وخريج ايه، وام يوسف خريجة ايه، ويوسف عنده قد ايه. كل حاجة يا جماعة هتعرفوها في الفيديو ده. بس قبل اي حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا اعجاب للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا بقى يا جماعة هنعرفكم بقى بنفسنا دلوقتي، وهنعرفكم كل حاجة تخصنا، لان احنا سألنا الاسئلة دي كتير جدا جدا. احنا كنا عملنا الفيديو ده ام يوسف على القناة القديمة، بس احنا هنعملها على القناة ديت عشان في ناس كتيرة قوي يعني بتقعد تسأل برضو، لان ما عادش متابعين القناة التانية خلاص. يعني الوقت كل اللي بيسمع القناة دي. عشان يا جماعة انتوا عارفين بقى، الناس اللي متابعاني الناس الجديدة برضو، الناس اللي متابعانا عارفين ان القناة التانية بتاعتنا فيها مشاكل اللي هي القديمة، فاحنا عملنا قناة جديدة. تمام، فقلنا بقى نعمل الفيديو ده كمان عليها ام يوسف، اللي احنا نعرف الناس كده بنفسنا كده، ونعرفهم كل حاجة عننا، لان هم يهمنا طبعا، وهم اخواتنا وحبايبنا واصحابنا، فاحنا لازم نتكلم معاهم كده ونعرفهم بنفسنا. طيب نبدأ بأول سؤال. نبدأ بأول سؤال. طيب انا عندي كام سنة؟ ناس كتيرة جدا بتسألني بتقول لي يا ابو يوسف انت عندك كام سنة؟ عنده 25 سنة. انا يا جماعة عندي 25 سنة، يعني لسه تامم ال 25 يوم 1/11. يعني قولوا لي بقى كل سنة وانت طيب كده في التعليقات بقى. طيب يا جماعة، تاني سؤال بقى، انت عندك كام سنة يا ابو يوسف؟ اقول عندي كام سنة؟ قولي، امال ايه؟ انا عندي 19 سنة، يعني هتم 19 لسه الشهر ده. يعني يا جماعة عيد ميلاد ام يوسف الشهر ده برضو، يعني ابو يوسف اول 11 وانا في اخر 11. احنا الاثنين في شهر واحد. يعني احنا الاثنين في شهر 11. شوفوا بقى الصدفة الجميلة. بس انا مش هقول عيد ميلادي امتى عشان هيبقى مفاجأة طبعا، ممكن يتصور وينزل على القناة. لما الناس برضه عايز تعرف عيد ميلادك امتى برضه لازما، مش انا قلت عيد ميلادي يوم 1/11؟ خلاص انا عيد ميلادي يوم 28/11/2006. 24 ولا 28؟ 24/11/2006. شوفوا يا جماعه انا اللي فاكر ازاي، هي نسيت عيد ميلادها وانا اللي فاكره. شفتوا الحب؟ عرفوها، قولوا لها يا جماعه، قولوا لها ابو يوسف بيحبك وفاكر كل حاجه تخصك. ربنا يصلح ناسي عيد ميلادك طبعا يا جماعه. انا بس اتلخبطت وكده يا جماعه، ايه بس بفكر في الفيديو. عيد ميلادها يا جماعه يوم 24/11/2006، يعني يوم 24 الجاي ده هوت هتم ال 19 سنة. يعني الفرق ما بيني انا وام يوسف 6 سنين. 5 ولا 6؟ لا 6. انا عندي 25 وانت 19، يبقى 6 سنين ما بيننا. لو عندي 20 يبقى كده الفرق لا الفرق كده ما بيننا 6 سنين. طيب السؤال الثاني بقى يا ام يوسف. السؤال الثالث بقى، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث ايه يا ترى؟ انا خريج ايه؟ انا يا جماعه معايا كليه دراسات اسلاميه، يعني انا خريج دراسات اسلاميه الحمد لله. يعني كنت في الازهر. تمام، طبعا انتوا عارفين ان انا كفيف. طبعا خشيت مدرسه النور والامل اللي هي بتاعه المنصوره، اللي هي الخاصه بالمكفوفين. يعني قعدت فيها سنتين، يعني يعتبر قعدت فيها 2 أو 3 على ما اعتقد كده. كنت المفروض ان انا اقعد هناك، ابقى مقيم هناك بقى وكده، وادرس هناك وبات وكلام من ده. بس طبعا اهلي خافوا عليا، يعني كانوا خايفين، يعني مع ان هناك ما كانوش مأمنين له يقعد لوحده او كده والكلام يعني والدته طبعا كانت خايفه، ازاي هيبات لوحده، ازاي، مين اللي هيراعيه، مين اللي هياخد باله منه. عادي زي اي ست، يعني زي اي والده كده بتخاف على ابنها برضه. وبعدين كنت لسه صغير، كان عندي مثلا 11 سنه 12 سنه، كنت لسه صغير يعني كده. فوالدتي فوالدتي ما كانتش متعوده ان انا ابات بره، ما كانتش متعوده ان انا اقعد في مكان كده بعيد عنها، فطبعا كانت بتخاف عليا جدا جدا جدا. يعني ده كان السبب اللي انا ما كملش في مدرسه النور، مع اني يعني الحمد لله انا درست برايل فيها ودرست كمبيوتر. هو برضه طلع منها متعلم حاجات، يعني مش اللي هو مثلا ما اتعلمش، لا هو اتعلم. انا اتعلمت كتير يعني من مدرسه النور الامل. بس لو كنت كملت بقى ام يوسف كان زماني دلوقتي مدرس هناك دلوقتي. بس الحمد لله يا جماعه، قدر الله ما شاء فعل. انت الوقت احسن من اي حاجه، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كل واحد بياخد نصيبه طبعا. والحمد لله كملت بقى يا جماعه في الازهر.
دخلت بقى اعدادي وثانوي ودخلت بقى الكليه. ودلوقتي الحمد لله يعني خريج اهوت دراسات اسلاميه، والحمد لله بفضل الله. طيب الحمد لله. ام يوسف بقى. انا يا سيدي، انت خريجه انا ايه؟ يا جماعه والله يعني واخده دبلوم صناعه. يعني حاجه عادي، يعني ممكن تكون قليله شويه، بس الحمد لله ان انا يعني عارفه ان انا ماشيه في كل حته واقرا واكتب واعمل كل حاجه. وطبعا يعني مدرسه الصناعه دي ما فيش فيها اي حاجه، عادي. طبعا بقى يا جماعه معاها دبلوم صنايع زي ما هي اه قالت كده. هي كانت مجموعها في ثالثه اعدادي انا كان مجموع جايب كان جايب ثانوي ثانوي، بس بس طبعا هي بقى ام يوسف الله يبارك لها ويصلحها لها يا رب. عشان اهلي بقى كانوا على قد حالهم هي وكده من النوع اللي هي بتراعي ظروف اهلها شويه. مم. يعني هي مش من النوع اللي هي لازم أنا اخش وتدب رجلها في الارض كده، ولا لو ما دخلتش ماليش داخله خالص ومش عارف ايه. لا يا جماعه، دي بصراحه اللي بيحصل الايام دي، معظم البنات بيضغطوا على اهاليهم. كان بالنسبه لي عادي، سواء دخلت ده او ده عادي، مش فارقه معايا. اهم حاجه لان بس اللي هي تراعي ظروف اهلها بس، طبعا اللي هم يعني وكمان كانوا على قد حالهم وكده. فهي قالت لا انا مش هضغط عليهم، وده نصيبي وكل واحد بياخد نصيبه. طبعا دي اول حاجه كنت بصلها، ان اهلي طبعا ظروفهم على قدهم وكده. وتاني حاجه، اهم حاجه ان انا اكون بعرف اقرا واكتب، لان كده ولا كده برضو البنت ملهاش الا بيت جوزها. ايوه. بس في الاول والاخر انت مالكيش الا بيت جوزك، سواء صناعه دكتوره مش عارفه ايه، انت في الاول وفي الاخر اخرك جوزك وعيالك وبيتك صح بس. كلامك صح يا ام يوسف. بس العلم نور برضه يا ام يوسف. وطبعا لا، انا بقول لك على ايه، يعني سواء خدتي دبلوم او ثانوي الاثنين زي بعض. فهو الثانوي بتتعبي فيه شويه ومش عارفه ايه، ربنا يصلح حال كل البنات اللي في الثانوي. يا رب. بس انا بقول انت لو اهلك على قد حالهم، قدري ظروفهم وادخلي حاجه قليله، لان انت في الاول وفي الاخر هتتجوزي. مفيش ايوه حاجه اسمها مش بالظبط كده. هتجوز واكمل تعليمي، لا يعني مفيش ايه، كده. راعي ظروف اهلك شويه، ما تحاوليش ان انت تضغط عليهم. خليكي دايما حس بهم كده. بس طبعا يعني قدريهم. مش معنى كده مم. اللي اي بنت مثلا رايحه تدخل ثانوي كده بكرهك فيه، لا والله عادي، ربنا يصلح حالك. بس انا بقولك انت لو اهلك على قد حالهم، حاولي تكوني ايه يعني رحمه مقدره. بهم يعني تخفف عليهم الحمل يعني شويه. طيب ام يوسف طبعا زي ما قلنا خريجه معاها دبلوم صنايع، وانا معايا دراسات اسلاميه. طيب ايه بقى اللي جاب دي لدي؟ يعني ايه اللي جاب انا معايا؟ اقول انا بقى انا اولا باختصار كده، كان مدرسي في ايه بقى؟ قرآن. يعني اللي جابنا لبعض القرآن، ما شاء الله، ربنا يجعله ما بيننا دايما يا رب. يا رب. طبعا انا كنت وانا صغيره، كنت في الاعدادي برضه، كنت بقول لمامتي انا عايزه مدرس يكون كويس كده يديلي قرآن، يحفظني القرآن. كنت عايزه احفظ قرآن، انا كنت من عشاق حفظ القرآن. يعني انا كنت بتهيألي رحت ل5 أو 6 مشايخ واساتذه من هم الحريم يعني وكده بيحفظوا القرآن عندنا برضه. فختمت بابو يوسف. طبعا كان عندنا في البلد بيدي كده، بيدي دروس يعني وكده. فماما قابلته في يوم قالت له انا عايزاك تدي درس لبنتي. طبعا قال لها ماشي وطبعا جاي له وحددنا المواعيد هيدي لي امتى ومش عارفه ايه. فالايام جابت بعضها، وهو جه في يوم وقال لي انا عايزه اجي اتقدم لك. طبعا دخل البيت من بابه، صح زي ما قلتها صح؟ لا انا ما يعني ايه، انا ما قلتلكيش انت انا عايز اجي يعني انا قلت لك انا عايز اكلم مامتك. ايوه قلت لك انا عايز اكلم مامتك الاول، فهات لي رقم مامتك. طبعا هو يعني هو برضو ايه، يعني ما قلتلاش هي يا جماعه، انا قلت يعني بس هو قلت جه لها عايز يتقدم لي. قلت لها انا عايز رقم مامتك عشان اكلمها في موضوع. قامت قايله لي موضوع ايه وكده، قلت لها بس هات رقم انا مامتك. كنت خايفه بصراحه لا تكون حاجه من ناحيه الدرس في حاجه انا مش يعني مش منتظمه في حاجه، مش بحفظ كويس كده، فانا خفت بصراحه. فلقيت الموضوع غير كده، بص بره الدرس خالص. طبعا يا جماعه كلمت مامتها بقى واتفقت معاها، قلت لها انا عايز اقعد معاكي شويه انت والحاج. كان طبعا يوم 4. طبعا. طب في ناس هتسال انت ليه ما كلمتش ابوها؟ انت كلمت امها ليه وما كلمتش ابوها؟ طبعا يا جماعه ابوها ربنا يصلح حاله يا رب ويبارك له، مشغول دايما. مشغول دايما يعني ما بيقعدش اصلا، هو بس يعتبر شويه بتوع بالليل بس كده اللي بيقعد فيهم، لكن طول النهار مشغول ومفقود شغل. يعني ربنا يصلح حاله ويعينه ويقويه. وبعدين يعني ما فيش فرق ما بين مامتها وباباها، يعني الاثنين. وكمان هو كان ابو يوسف برضه يعني قريب من مامته قوي،
يعني اكتر ما انا بابا بصراحه ليه. بيني وبينكم انا خفت اكلم ابوها. لا بصراحه هو كان بابا، يعني لما كان ابو يوسف بيجي يديله الدرس كانت بتبقى ماما اللي موجوده، فهو ايه متعود على وجود ماما. يعني واخد عشان عليها كده كده وليها كلمه. كلام معاها وكده، فيعني ما فاكيد كانش يعني بابا قال اكيد كده. برضه مامتها برضه ما كانتش هتاخد خطوه من غير راي لا باباها طبعا برضه. كانت قبل ما تعمل اي حاجه كانت بتسال بابا وانا واخويا. طبعا كنت هقعد كمان مع ابوها، بس كنت ايه بمهد الطريق الاول يعني. ايوه فاهمين في ايه. هو طبعا قبل ما ترد على اي حد وقبل ما ترد عليه كلمت بابايا واخويا وشافت رايهم والعيله وكده، فعادي. والحمد لله هذا ربنا النصيب. قدر لنا الخير يعني واتخطبنا الحمد لله. خطوبتنا بقى كانت امتى يا ام يوسف؟ قرايه الفاتحه كانت يوم 4. لا يوم 4. قرايه الفاتحه كانت كانت يوم 4 وكن كانت يوم الاثنين، ورحنا جبنا الذهب يوم الاربعاء، والخطوبه كانت يوم الجمعه. والخطوبه كانت يوم الجمعه. في شفتوا اسبوع بقى يا كنت جماعه؟ مخطوبه. في اسبوع قرينا فاتحه وجبنا ذهب يعني. واتخطبنا. لا بتهيألي كنا جايبين الدهب يوم الخميس بالليل. لا كنا جايبين الدهب يوم الاربعاء، عدينا الخميس واتخطبنا الجمعه. مش فاكره قوي بس كان في مسافه قريبه قوي. طبعا بقى يا جماعه خطوبتنا كانت يوم الجمعه 10 12 2022. 2021. 2021. تنسى تقول يا ام يوسف مالك؟ والله العظيم يا جماعه. طب بص ايه هو رايك بقى؟ يوسف منسيني كل حاجه. شوفوا يا جماعه، ناسيه عيد ميلادها وناسيه الخطوبه بتاعتنا كانت امتى، بس والمره الجايه ماشي. انسى عيد ميلاد ابو يوسف. بس ماشي تمام حلو قوي. عدوا يا جماعه الغلطات دي يا جماعه، عدوا انتوا، انا سيبكم انتوا اللي تعدوا في بص يا التعليقات. جماعه يوسف الوقت عوضنا عن اي حد طبعا. فطبعا يا جماعه خطوبتنا كانت 10 12 2021. قعدنا بقى سنه ونص مخطوبين. تمام. طبعا بقى كلام بقى وزي اي اتنين مخطوبين، ومشاكل ويوم حلو ويوم وحش ويوم وياما اتعمل حظر وياما كتير قوي زي اي اتنين مخطوبين. عادي. طبعا بقى اتجوزنا امتى يا ام يوسف؟ اتجوزنا ايه؟ اقول انا ولا تقول انت؟ لا دي بقى لو ما اتقالتش بقى يبقى كده خلاص نقفل الفيديو وايه. اتجوزنا يا جماعه احنا اتجوزنا قصدي يوم 5/7/2024. 2000 كام؟ 2024. ازاي يعني؟ 2023. لا يا جماعه بقى كده لا بهزر كتير. والله يا جماعه فعلا 2023. 5/7/2023 صح؟ فرحنا يا جماعه بقى الفرحه الكبيره بقى، الفرحه اللي احنا كنا مستنيينها. والحنه كانت يوم 3/7/2023 برضه. طيب يا جماعه احنا بقى يوم 2 و4. احنا بقى يا جماعه يعني ايه اللي حصل بقى في الفرح وفي الحنه، واحنا عملنا الفرح ازاي والحنه ازاي؟ عملنا طبعا الحنه كانت عند ام يوسف. حنه العروسه طبعا كانت من احسن واجمل الليالي، كانت ليله جميله قوي يا جماعه، ليله جميله. انا كان نفسي اصورها بتاع فلاشه بس للاسف ما فاتتنا والله العظيم الليله دي يا ام يوسف فاتتنا. كانت قلنا احلى بلاش وهنعوض الفرح ومش عارفه ايه، وقلنا يا ريتنا كنا صورنا. اي والله الحنه انا كان بالنسبه لي الحنه احسن من الفرح. اي والله بجد. طبعا بقى الحنه كانت جميله بقى يعني الحمد لله زي اي اتنين طبعا خير. كانوا بيتمنوا الليله ديت والحمد لله يعني. تتخيل انا عملت فقره انا وابو يوسف في الحنه. كنا نفسنا نصور لكم الفقره دي والله. لا بس ما كناش بنصور ايامها بقى. لا احنا ما كناش اصلا على السوشيال ميديا ايامها. طبعا الحنه كانت عند ام يوسف يوم الاثنين 3/7 والحنه بقى كانت عندني 4/7. الحنه بقى كانت عندنا 4/7 كان مزمار بقى يا جماعه وكده كنت عايزه اجي بس للاسف. هتيجي ازاي بقى؟ كنت عايزه اجي يا جماعه احضر المزمار بتاع تحضر الحنه بتاعتي. بس للاسف بقى ما ينفعش العروسه. طبعا بقى يا جماعه الحنه كانت 4/7 بتاعتي، والفرح بقى الليله الكبيره بقى الليله المنتظره بقى كانت في قاعه طبعا. كانت عندنا في القاعه في البلد يوم 5/7 اليوم الجميل اللي عمرنا ما هننساه ابدا. الحمد لله عدت على الحمد لله. وربنا يجمع اي اتنين بيحبوا بعض واي اتنين مرتبطين ومخطوبين كده ربنا يجمعهم على خير يا رب. يا رب. وينولهم اللي في بالهم ويحقق لهم احلامهم يا رب. فطبعا يا جماعه احسن ليله بجد ليله الفرح ديت تبقى ليله جميله جدا 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 من احسن الليالي. ربنا يفرحكم جميعا يا رب. يا رب. طيب فرحنا كان 5/7 2025 2023 2025 هو السنه دي تمام. بعد كده بقى طبعا عشنا الحياه الزوجيه بتاعتنا عادي. الحياه الزوجيه السعيده بقى. طبعا ربنا طبعا في اول الجواز بقى في مشاكل ان انا لسه جديده بقى وهو احنا لسه ما فهمتش طبع يا جماعه ولا لسه فهمت طبعها وكده. فايه الحمد لله على خير. بس الحمد لله كنا متفاهمين جدا وحياتنا كانت حلوه وما زالت يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. ربنا يبارك لنا في بعض ويبارك لنا في يوسف بقى ابننا. طيب بعد كده ايه اللي حصل بقى يا ام يوسف؟ بعد كده بقى عرفنا بخبر الحمل. يوم يوسف بقى حملت امتى؟ في شهر 4. كام 4؟ احنا اتجوزنا 5/7 هي حملت في شهر 4. كام 4 بقى؟ حملت 3/4. يوم 3/4. احنا طبعا يا جماعه ما عرفناش اللي هي حملت الا بعدها بشهر.
يعني انا كان متخيلين؟ عندنا يعني هي جابت شريط اختبار يوم 3/5، يوم 3/5 بالظبط. انا فاكر كان يوم جمعه يا ام يوسف، كان يوم جمعه يعني. يوم جمعة. كان يوم جمعه. مش فاكرة أوي هو اليوم كان ده. يوم جمعه، كان يوم جمعه. لا مش لما فاكرة عرفنا الصراحة. خبر الحمل. كان يوم جمعة يوم عشان انت سالت صاحبتك اللي كانت شغاله عند الدكتور، قلت لها الدكتور يبقى موجود النهارده، قالت لك لا. تمام فاكره؟ ماشي. كان يوم جمعه. تمام ماشي. طبعا احنا عرفنا بخبر الحمل وكان أسعد يوم في حياتنا. كان يوم 3/5 يا أنا جماعه. بصراحة يعني عيطت من الفرحة. كان نفسي بجد نكون على السوشيال ميديا أيام. كان نفسي. عشان كنا نصور لكم كل حاجه والله ونشارك معاكم بجد. كده، والله العظيم لأن كان يوم كنا. عالمي. كان يوم جميل قوي قوي يا ام يوسف، والله اليوم ده مش هيتنسى، عمره إن ما شاء الله يتنسى. يتكرر تاني بس على بعد 10 سنين. ان شاء الله. طبعا بقى يا جماعه عرفنا بخبر الحمل بقى، ورحنا عند الدكتور بقى كشفنا عشان نتاكد. كانت أحسن بعد ما فترة. طبعا عملت شريط الاختبار وتاكدنا برضه. فطبعا رحنا عند الدكتور كشفنا وكده فاتاكدنا، قال لها انت حامل بقالك شهر. طبعا بقى عاشت احلى فتره، وانا عشت معاها احلى بصراحة فتره، كانت فتره الحمل أحسن. ديت، على الرغم اللي كان فيها تعب وكلام من ده بس. بس تعب بحب، اللي أنا تعبانة وحابة تعب. تعب بدلع. لا بجد والله تعب العظيم بجد. بدلع. كانت أحسن كنا فترة في شايلينها حياتي. طبعا على كفوف الراحه، كنا مريحينها. طبعا كانت هي فرحانه وانا كنت فرحان، اخيرا بقى خلاص بقى هيتقال لي يا بابا. خلاص لك بقى ولا كده بقى. لسه والله ما قال بابا. لا كان يعني ايه، كنت فرحان ان انا هيتقال لي يا بابا بقى. طبعا ما يكون بقى لسه ند. خلاص بقى حلم اي واحد يا جماعه بقى متجوز، واي واحده ان هم يخلفوا ويبقى معاهم كده ابنهم كده، يلعبوا ويهزروا ويضحكوا معاه، يضحك لهم. يا سلام. طبعا بقى هي ولدت امتى؟ يوم 26/12. يوم 26/12/2024. كان احسن يوم في حياتي. اليوم بقى منور المنتظر قلب بقى. ماما. طبعا ربنا ما يحرمني منه ابدا، ولا من طلته عليا ولا من ضحكته كده. يا رب اللهم فطبعا امين. الخلفة حاجة جميلة قوي، ربنا يرزق كله مشتاق. ودايما دايما احمدوا ربنا على اللي انتوا فيه، سواء معاكم او مش معاكم، ربنا دايما يختار لكم الخير. صح. وطبعا بقى ام يوسف يومها بقى يا جماعه، اليوم اللي كانت هتولد فيه، كنت انا والله العظيم انا كنت حاسس ان انا في حلم. كان يوم جميل قوي قوي بالنسبه لي. ساعة ما يوسف جه اصلا اشتاله قعد دلوقتي كان هيعيط. طبعا يا جماعه انا صممت ان انا اخش معاها اوضه العمليات. قلت لا مش هسيبها ابدا، لازم انا ابقى جنبها ولازم انا ابقى معاها، عشان خاطر اقعد جنبها كده ادعي لها، اقرا لها قران كده طول ما هي عماله بتولد، وكمان ادعي كمان لكل مشتاق ان ربنا يرزقه بالذريه الصالحه. وهي كمان يا جماعه والله العظيم بقت تدعي دعت كتير قوي وهي بتولد، قسما بالله ان ربنا يرزق كل مشتاق. جميل. فطبعا دخلت بقى معاها جوه في اوضه العمليات، على الرغم ان هم كلهم ما كانوش راضيين، الممرضين والدكتور. بس انا صممت على فكره برضه. بس انا قبل مني كان يوسف، انا قلت انا هخش معاك. يعني انت قلت وانا كمان صممت بعدك، اللي هو ازاي لا لازم ندخل معاه. لان ابو يوسف ما شاء الله على لسانه دايما الادعيه والقران يعني. وقلت كمان اللي هاذن في ودن يوسف بقى لما ينزل وكده، قلت لازم انا اسمع صوته كده وهو نازل بيعيط كده. اول صرخه ليه كانت ساعه اذان المغرب. والله يا جماعه يوسف طبعا ام يوسف والده. انت كنت والده يوم ايه يا ام يوسف؟ يوم خميس. كان يوم خميس. وطبعا بقى يا جماعه الحمد لله يوسف بقى نزل وسمعت صوته بقى كده وهو بيعيط. كانت احلى لحظه في الدنيا بجد. ربنا يفرح الناس باللحظه دي يا رب، وربنا يدي لكل مشتاق يا رب، ويعوض عليه بالذريه الصالحه يا رب. يا رب اللهم امين. طبعا بقى انا خدت يوسف بعد ما الممرضه طبعا غسلت له بقى كده ونظفته بقى، عشان لسه نازل بقى زي ايه طفل. طبعا ايوه طبعا نظفته من مكان بطني بقى طبعا والكير اللي بقى عليه، وطبعا مكان السرار كده يعني. فطبعا بقى وحطيت له زيت جانسون بقى ام يوسف بقى، وروقت عليه كده بقى. انا طبعا كنت واخده معايا كل حاجه من هنا، زيت جانسون وهدومه، كنت واخده له صابونه وكنت واخده له كل حاجه. كمان يا جماعه هو مولود في الشتاء، يعني يوم 26/12 ده الجو كان الجو كان صعب ليلتها اصلا. عز التالي. طبعا ليلتها كان الجو كان صعب جدا 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 يعني. فالحمد لله. طبعا ده والده قيصري فالحمد لله على كل حال. طبعا الممرضه كانت هتاخده بقى وتطلع بيه بره عشان تطلعوا بقى كده لاهلنا بقى ويشوفوه. قلت لها لا انت رايحه فين؟ تعالي ما تروحي، انا موجود اهو، انا موجود هتيجي. خدوا بقى وطلع قبلي. خدت انا بقى يا جماعه وطلعت بقى تمام. طبعا اول ما خدت يوسف كده عليا كده واشتلته، ما اقولكوش على الفرحه اللي انا كنت فيها، اقسم بالله في حياتي ما فرحت زي الفرحه دي. طبعا يوسف كان قمر قوي، احلى فرحه في الدنيا. احساس بقى اب بقى لما يشوف ابنه كده ويسمع صوت ابنه كده وهو بيعيط كده، ولا بس يا لو مش بجد يا جماعه احلى فرحه في الدنيا. ربنا يدوقها لكم يا رب. يرزق كل مشتاق يا رب. يا رب. خدنا بقى وطلعنا بره.
وريته بقى الاهلي، وطبعا بقى زرغطوا بقى انا بقى طبعا واتبسطوا. جوه سامعه الزراغيط بقى وانا فرحانه قوي ومش حاسه باي حاجه. بجد يا جماعه احلى يوم في الدنيا، احلى يوم اقسم بالله ما يتنسى من الذاكره عندي ابدا ربنا يا رب ابدا. يعيدوا تاني بقى كده ان شاء الله وانا مخلفه بنوته بقى يا رب. حلوه كده. طيب يوسف بقى طبعا عشنا بقى ايام بقى حلوه وهو صغير بقى وطفل وكده. طبعا برضو في ناس بتسألنا هو عنده كام سنة دلوقتي. هو الوقت يوسف عنده 10 شهور، يعني يوم 26/10 كان تامل 10 شهور. يعني يا جماعه يوسف مولود يوم، عشان بس ايه تبقوا حافظين عيد ميلاده. يوسف مولود 26/12/2024. عيد ميلاده طبعا يبقى 26/12/2025، يعني كمان شهر كده، شهر ونص كده. يعني ما عادش كتير على عيد ميلاده. تمام. يوسف طبعا عنده 10 شهور. 100 سنة يا رب. طيب خلصنا بقى من قصة يوسف وخلصنا من الكلام ده كله. نيجي بقى للسؤال بقى اللي انا بسأله، اكتر سؤال بسأله اقسم بالله. السؤال بقى اللي هو ايه، انت اسمك ايه؟ انا يا جماعة اقول اسمي بس مش هقول اسم ام يوسف، معلش ده خصوصيات، يعني اكيد بقى انتوا هتقدروا حاجة زي كده. يعني انا يا جماعة اسمي محمود. كنت عايز اقول انا اسمي محمود يا جماعة، وطبعا بقى ام يوسف اسمها ام يوسف، يعني مشوها بقى ام يوسف بقى وكده، يعني مشوها ام يوسف بلاش اسم. على الرغم ان اسمها جميل والله، بس يعني خصوصيات، يعني حاجه احنا بنحتفظ بيها عشان كده. انا كبنت ما ينفعش اظهر اسمي يعني. يعني دي خصوصيات، انا بحترم حاجه زي كده، يعني انا بحترم حاجه زي كده، مش عايز ان انا اطلع اسم ام يوسف. ربنا يصلح. تمام، هي اسمها ام يوسف وانا اسمي محمود يا جماعه، بس طبعا هو حلو ابو يوسف. يعني انا جبت يوسف، لا عايز الناس تقول لي ابو يوسف بقى، لان محمود ديت بس هو بيقولها لكم عشان في ناس كتير قوي بتساله في الكومنتات انت اسمك ايه، انت كده يعني. بالظبط كده. فطبعا انا اسمي يا جماعه محمود، بس اتمنى بقى اللي يكلمني يقول لي ابو يوسف، اللي يكتب لي حاجه في التعليقات يكتب لي ابو يوسف كده. تمام يا محمود ابو يوسف. لان انا بقى بحب ابو يوسف جدا، انا يعني عن نفسي والله بقول ابو يوسف يعني. طيب عشان بقى ما نطولش عليكم، احنا طبعا يعتبر كده ردينا على كل حاجه. بس في سؤال، ايه هو؟ انت منين وانا منين؟ احنا يا جماعه بقى من قريه تبع مركز بالقاس ومحافظه الدقهليه، يعني احنا طبعا محافظه الدقهليه يا جماعه، احنا من قريه. طيب مش هنقول بقى اسم القريه برضه، يعني احتراما برضه للخصوصيات برضه، يعني معلش. فاحنا من قريه، بس انا وام يوسف مش من قريه واحده. ابو يوسف من قريه وانا من قريه جنبه كده بقريتين ثلاثه كده، بعيد عنه بقريتين ثلاثه كده، يعني الفرق مثلا ما بيننا بالعربيه مثلا 5 دقايق. يعني قريتها مش بعيده عني، يعني قريبين، بس احنا من نفس المدينه. من نفس المدينه، من مدينه بالقاس. تمام. محافظه بقى محافظه الدقهليه، يعني احنا من قريه تبع مركز بالقاس محافظه الدقهليه. طب يعني في كمان سؤال يا ام يوسف بس قبل ما انساه. ناس كتيره بتسالني السؤال ده، هو انت وام يوسف قريب؟ لا يا جماعه احنا مش قريب، مع ان في ناس بتقول انت شبه بعض، بس انا مش قريب والله خالص. لا احنا مش قريب خالص يا جماعه. انا كنت تلمسته والله، يعني انا كنت بحفظ قران عندهم في القريه. ايوه. فرحت طلع بقى زي ما هي حكت لكم كده بقى، تعرفنا على بعض وكده. هو من يوم ما جالي وهو يعني، وانا من يوم ما خدت عنه بس كده. فيا جماعه ده باختصار بقى الرد على اسئلتكم، واحنا كنا لازم نعمل لكم الفيديو لان احنا بنسال اسئله من ديت كتير. فاللي محتاج بقى اي سؤال تاني عايز يساله اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا برضه هنبقى نعمل فيديو تاني عشان لو لقينا اسئله جديده وكده هنطلع بقى يعني لو عايزين تسالوا اي اسئله تانية، لو شايفين اللي احنا فيها اسئله احنا ما ردناش عليها، فانتوا ممكن تكتبوا بقى السؤال اللي انتوا عايزينه، واحنا هنعمل فيديو هنكتب الاسئله كلها اللي انتوا سالتوها، وهنعمل فيديو ونطلع نرد عليكم. طيب وده كان نهايه بقى الفيديو النهارده يا جماعه. طبعا يا ريت يكون عجبكم، ويا ريت تكونوا عرفتوا كل حاجه عننا، ويا رب ما نكون ناسين اي حاجه، ويا رب نكون افدناكم بكل حاجه تخصنا بس. بالظبط كده. ما تنسوش بقى في اخر الفيديو كده تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اول الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا اعجاب للفيديو. ويلا بقى نقول لهم يا ام يوسف سلام.